ما تسمعش معايا الملخص دوت لو عايز تضمن درجات الليزر في امتحان اخر السنه. انا الخص لك الليزر كله في دقيقه واحده. بالمناسبه الملخص دوت موجود في مذكره المراجعه النهائيه، لو عايز تطلبها ابعت لنا على رساله الصفحه. عباره عن ايه ليزر الهيليوم نيون؟ اول حاجه انبوبه زجاجيه من زجاج اسمه الكوارتز، ولو ذاكرت الجيولوجيا هتعرف يعني ايه زجاج الكوارتز. جوه الانبوبه دي غازي الهيليوم والنيون، الهيليوم بنسبه 10 والنيون بنسبه 1 او النسبه منهم 1 ل 10. النيون تفتكروا بنمبر 1 هو 1 والهيليوم 10، متوصلين بفرق جهد عالي مستمر، ومن يمينه وشماله التجويف الرنيني اللي هو تجويف رنيني خارجي لان ده ليزر غازات. اليميون في مرآة منهم بتكون شبه منفذه، بتكون نسبه النفاذيه بتاعتها 98%، ومرآة منهم بتكون عكسها نسبه النفاذيه بتاعتهم 99.5%. تعالى نبدا بقى بازاي بيكون الليزر. انت دلوقتي عندك المصدر المستمر دوت، اول حاجه هيشتغل هيلاقي قدامه مين بنسبه اكبر؟ الهيليوم. فنروح لفوق نبدا بالهيليوم من النيون. ذرات الهيليوم حصل لها عمليه ضخ كهربي تطلع من المستوى الارضي لمستوى طاقه، تقعد هنا، تقعد فتره عمر اللي هي 10 اس سالب 8. بعد ما تخلص الفتره بتاعتها تروح نازله، لما هتنزل هتشع فوتون طاقته بتساوي فرق الطاقه بين المستويين اي 3 واي 0. الفوتون دوت هيجي يروح خابط الكترون موجود في المستوى الارضي بالنسبه للنيون، يخبط الالكترون دوت يروح طالع للمستوى الشبه مستقر بتاعه. كان المستوى الشبه مستقر بتاع الهيليوم عند اي 3، المستوى الشبه مستقر عند النيون عند اي 2. اول ما طلعت هقعد هنا يكون في فوتون تاني طلع لي بيخبط الكترون من هنا طلعه الناحيه دي، فافضل ازيد 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 واتراكم هنا عند المستوى الشبه مستقر دوت لحد ما احقق حاله اسمها الاسكان المعكوس، ان عدد الالكترونات في المستوى الشبه مستقر يبقى اكبر من عدد الالكترونات في المستوى الارضي. بس عندي ملحوظه ان المستوى الشبه مستقر بتاع النيون بيكون 10 اس سالب 3، يعني اكبر بكتير من المستوى الشبه مستقر بتاع الهيليوم. فبعد كده بيكون عندي الكترونين من اللي طلعوا فوق خلصوا فترتهم فنزلوا طلعوا فوتونات. الفوتونات وهي ماشيه تستحث الكترونات من فوق فتنزل معاها كون لي فوتونات، يبقى ده اسمه انبعاث ايه؟ مستحث. فالفوتونات تستحث الكترونات من فوق وتروح تخبط في المرايه يمين وترجع تستحث الكترونات من فوق تنزل معاها وتخبط في المرايه الشمال. يفضل العمليه دي تزيد تزيد تزيد، ويفضل عمليه التضخيم دي شغاله 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 لحد ما توصل لرقم معين ويطلع شعاع الليزر من خلال المرايه الشبه منفذه، وابقى حصلت على ليزر الهيليوم نيون. وبس كده، ده كان كل حاجه في ليزر الهيليوم نيون. لو عجبك الملخص ده ما تسمعش معايا الملخص الجاي، ويلا سلام.